السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هنعرف نتائج مباريات الاسبوع 13 من الدوري المصري الممتاز، وهنعرف كمان مواعيد مباريات الاسبوع ال 14 مع معرفة جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء هذا الاسبوع. انبي وسموحة 0-0، البنك الاهلي وزد 1-1، الاهرام والاتحاد السكندري 1-0، طلائع الجيش والاهلي المباراة دي تأجلت، فيوتشر ومقاولين 2-2، الاسماعيلي والزمالك 0-0، سيراميكا كليوباترا والجونة 1-1، المصري وبلدية المحلة 3-0، الداخلية وفاركو 1-1. هنتكلم سريعا كده على هذا الاسبوع ده كان الاكتر مباريات فيه كانت انتهت بالتعادل، ان كان ايجابي او سلبي. زي ما انتم شايفين، انبي وسموحة 0-0، فيوتشر مقاولين 2-2، سيراميكا كليوباترا والجونة 1-1، الداخلية وفاركو 1-1، بنك الاهلي وزد 1-1، الاسماعيلي والزمالك 0-0. الفرق تألقت هذا الاسبوع. بيراميدز قدرت انها تفوز على الاتحاد السكندري 1-0، ده اول فوز ليها مع المدير الفني الجديد الاجنبي اللي ماسكه. من الفرق تألقت ايضا هذا الاسبوع، المصري البورسعيدي يقدر يفوز على ارضه 3-0 على فريق بلدية المحلة، فوز مهم للمصري. المصري من الفرق القليلة في الدوري اللي مستواها ثابت وبتقدم مستويات كويسة جدا ومباريات قوية مع نتائج إيجابية في المباريات الأخيرة. دلوقتي هنعرف جدول ترتيب الفرق الدوري المصري بعد انتهاء الأسبوع 13. المركز الأول إنبي لعب 13 نقاط 23، التاني زد لعب 12 نقاط 21، التالت بيراميدز لعب 10 النقاط 21، الرابع المصري لعب 11 النقاط 20، الخامس اتحاد السكندري لعب 11 النقاط 19، السادس طلائع الجيش لعب 12 النقاط 18، المركز السابع سموحة لعب 12 النقاط 18، المركز الثامن سيراميكا كليوباترا لعب 11 النقاط 15، المركز التاسع الجونة لعب 11 النقاط 15، المركز العاشر الأهلي لعب 6 النقاط 14، المركز 11 فيوتشر لعب 10 النقاط 14، المركز 12 بلدية المحلة لعب 12 النقاط 13، المركز 13 الزمالك لعب 9 النقاط 12، المركز 14 الإسماعيلي لعب 12 النقاط 12، المركز 15 البنك الأهلي لعب 13 النقاط 11، المركز 16 المقاولين العرب لعب 12 النقاط 8، مركز 17 الداخلية لعب 12 النقاط 8، المركز 18 والأخير فاركو لعب 11 النقاط 6. دلوقتي هنعرف مواعيد مباريات الأسبوع 14 من الدوري المصري. يوم الأحد 25/2 هتتلعب 3 مباريات. أول مباراة هتتلعب بين فريقي فاركو وطلائع الجيش، تتلعب الساعة 4 مساء. في مباراتين هيتلعبوا الساعة 7، بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري والبنك الأهلي. يوم الاثنين 26/2 هتتلعب 3 مباريات. في مباراتين هيتلعبوا في نفس التوقيت الساعة 4 مساء، الجونة والإسماعيلي وزد وإنبي. المباراة الثالثة الأخيرة في هذا اليوم المقاولين والمصري تتلعب الساعة 7 مساء. مباراة الأهلي والبيراميدز هتتأجل هذا الأسبوع. يوم الأربعاء هتتلعب مباراتين في نفس التوقيت الساعة 5 مساء، سموحة وفيوتشر والزمالك والداخلية. أرجو يكون الفيديو النهاردة عجبكم، استنونا فيديوهات تانية جديدة، ولو فيديو عجبكم دوسوا لايك واعملوا اشتراك في القناة واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد أنا أقدمه يوصلكم. شكرا ليكم.